بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، وعيدتوا كده واتبسطتم. يلا الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين وربنا كده يجعل كده دايما ايامنا كلها وايامكم اعياد يا رب، اللهم امين. واصلح حالنا وحالكم وحال جميع خلق الله يا رب. اللهم صل على النبي. طب انا ما صورتش والله من قبل العيد حوالي بيومين، ما نزلتش فيديوهات والله. فطبعا بقى عيد وكنا بنعيد بقى وبنريح شوية كده، واخدين يعني ايه، بنريح شوية من رمضان. وما أدرك بقى من رمضان واللي شفناه في رمضان، فقلنا بقى ايه نريح. قلت والله لو انا واخدة كام يوم كده راحة، ولا تصوير ولا فيديوهات ولا أي حاجة صراحة، يعني احنا مقضينها من يوم العيد نوم. يلا الحمد لله. يعني يوم العيد دوت يعني كلنا والله بننام، اللي يقوم بقى بيصلوا العيد ويجوا بقى يناموا. انا ما بروحش الجامع بصراحه في صلاه العيد، انا بصلي الصبح بس. بصلي في البيت يعني ما بروحش الجامع عمري خالص، حتى في رمضان ولا تراويح ولا بروح الجامع خالص. بصلي في البيت صراحه يعني. فهم بقى بيقوموا بقى يتوكلوا على الله، بيروحوا بقى ليله العيد ده اصلا الناس ما بتنامش، اللي بيروح عند الحلاق بقى يحلق، واللي بيسهر واللي بيعمل عشان صلاه العيد وكده. فاللهم صل على النبي. الصبح بقى نفطر كده حاجة خفيفة، كحك وبسكوت وشاي ومش عارفه ايه، بعد ما يجوا من صلاة العيد. وبعد كده نخش ننام. اللي يقوم بقى على الظهر كده ولا حاجة، نجيب بقى طبعا بيبقى فسيخ ورنجة وحاجات من اللي انتوا عارفينها دي بتاعت يوم العيد. والله ما بتشبع ولا حاجة، بس هي بتبقى يعني نفسي بقى. تصدقوا بالله يا جماعة ان انا طبخت يوم العيد، عملت كبسة باللحم. انا عملت فسيخ ورنجة، اللهم صل على النبي، كلناهم الظهر كده. ويعني نمنا شوية وقمنا بقى ايه، جبنا فسيخ ورنجة وكلنا، وشربنا حاجة ساقعة ومش عارفة ايه. طب جينا بقى العصر كده حسينا ان احنا كلنا جعانين. طبعا الفسيخ والرنجة ما بشبعش، شيء طبيعي والله ما بيشبع. قمت بقى عملت ايه، كان عندي حوالي نص كيلو رز بسمتي، رحت جايه عاملاه. كنت ولعت على اللحمة الأول، ولعت على اللحمة ورحت غسلة الرز البسمتي ونقعه شوية، ورحت بقى ايه عاملاه مع اللحمة، وعاملاه بقى كبسة. وكنت جايبة الكيس التتبيله اللي يبقى مع الكبسه دي، كان عندي كام كيس كده برضو في الفريزر. والمهم بقى ايه، عملنا وحطينا المغرب بقى وكلنا بقى كبسه بقى حاجه كده ما اقولكوش، لحمه بقى ورز وشبعنا وشويه شوربه والحمد لله. فالمقصود يعني ان انا اقول لكم من اكله الفسيخ دي والله ما بتشبع. بس هنعمل ايه، هي نفسي بقى يعني الناس نفسها بتروح له، وتعودنا على كده، لازم يوم العيد ناكل الصبح فسيخ ورنجة او الظهر. يلا بقى هنعمل ايه، الحمد لله. ربنا يدومها علينا نعمة يا رب، ويحفظها من الزوال يا رب. شو بقول لكم، هنا البراد دوت بحط فيه كورول، يعني ما يكون اسود قوي من الشاي والسلكه مش منضفه، بحط فيه شويه كورول، املاه على الاخر على الاخر كده كورول، واسيبه شويه بينضف ويبقى زي الفل. فما عملتش بقى روتينات ولا حاجه، قلت النهارده كده اما نقوم نتشجع بقى كده، وخلاص بقى العيد خلص والدنيا خلصت وبدأنا بقى نفوق شوية كده من رمضان. فقلت بقى اما اقوم اصور النهارده كده واعمل فيديو على قدي. عندي شوية مواعين كده في الحوض اغسلهم، واطلع نكنس البلكونة، الولاد مالينها. هتشوفوا ياسين معايا في الفيديو مخليه البلكونة قشر بقى فول سوداني وقشر ترمس ومش عارفة ايه. فقلت بقى اكنس البلكونة ونغسل المواعين ونكنس الشقة كده على الماشي. طبعا احنا منضفين بقى تنظيفات العيد ومخلين الدنيا زي الفل. والله العظيم كل يوم بننضف يا جماعة، يعني هو العيد يعني الناس ما بتنضفش الا في العيد، والله كل يوم بننضف، يعني قلت لكم كل نص ساعة بنكنس وبننضف، ما تصدقونيش والله. هنعمل ايه بس. حوض المواعين دوت اما بخلص بقى غسيل خالص، بقوم جايبه شويه كورول كده على شويه صابون، ودعك الحوض بتاع المواعين دوت بيروح زي الفل. لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله تاني يوم العيد غسلت هدوم، شغلت الغسالة وغسلت هدوم، والله يعني بقول لكم الناس مش محدش بيقعد والله. يلا الحمد لله. يعني اللي استحمى ليلة العيد وكده
طبعا كل ليلة العيد استحمى، واللي استحمى وهو رايح يصلي العيد وجاء عندي ثبت غسيل بقى ما اقولكوش. قلت طبعا يوم العيد مفيش غسيل، نريح النهارده، طبعا مش هشغل الغسالة، حرام اصلا يعني، حرام ان الواحد يشغل الغسالة ويغسل يوم العيد او يشتغل اصلا يعني في البيت يوم العيد، حرام. صبرت بقى لتاني يوم بقى كده، وقمت من النوم الصبح رحت غاسلة والله، بقيت مالية البلكونات. فالمقصود يعني ان بقول لكم محدش بيقعد والله، بالذات ستات البيوت ما بيقعدوش والله. انا ست بيت وعارفه ان محدش بيقعد والله. بس نرجع ونقول ربنا يعيننا، ودي سنة الحياة وهنعمل ايه. لا اله الا الله. شوفوا بقى البلكونه خليتها زي الفل، كنت عايزه امسحها بقى بس قلت خليها لوقت تاني، ابقى اعمل بقى شويه ميه كده ببرسيل جل ولا حاجه، واقوم مطوقاها ما بتاخدش حاجه. بعد ما روقت الاوضه وخليتها زي الفل، شوفوا انا طبعا مرتبين في العيد برضو، وبنرتب كده على الماشي، بنكنس بالمقشه، بننفض الركنه كده الفرشه بتاعتها دي ونفرشها تاني. شوف ياسين بقى بعد ما روقت راح جاب لي الكوتشينه وفردها فين، وقاعد وعامل ازاي وما بردش عليا، ولا لم الحاجه دي يلا. وادي يا ياسين مات اهو، عمل نفسه ميت. عمل نفسه انت موت. لا كده عيب، قوم يلا، تاكلش حاجه وانت نايم، لم الحاجه دي يلا، لم يا ياسين. ها قول للناس حطوا لايك. مش هتلم؟ طب ماشي. ماشي قول للناس بابا. لا كده عيب. هنا بقى جينا كده على الصاله اهيت، شوفوا بقول لكم نضيفها ازاي. انا شلت السجاد اللي كان في الصاله يا جماعه، عشان طبعا في الصيف انا ما بسيبش سجاد مفروش في الصاله بالذات، يعني ممكن لو سبته في الاوضه كده سجاده ولا حاجه، في كل اوضه سجاده ماشي، لكن اللي بخفه برضو طبعا وبعينه، يعني كل اوضه فيها سجادتين، مثلا الاوضه بتاعه الركنه دي فيها 2، ده غير الحافظات، الاوضه اللي في الوش ديت برضو فيها 2، والحافظه فوق منها هي. فطبعا بخفه يعني، على ما باجي الصيف بقى خالص بشيله خالص. اللهم صل على النبي، كان في الصلاة كده 2 شلتهم وحطيت الحصر دول. الحصر دي طبعا كنت غسلاها وعيناها طبعا واحنا بننضف وقت نضافات العيد قمت فرشاهم قبل العيد بيوم كده او حاجة. فبمسك بقى المقشة كده وبكنس، سهلة في كنسها عن السجاد والله. السجاد دوت كانت كل يوم ويوم لازم اشغل المكنسة، كل يوم ويوم لازم اشغل عليه المكنسة، وكل اسبوع لازم اطلعه بره في الشمس وانفضه واكنس تحت منه وكده وامسح واقوم جايباه فرشاه. فالحصر بالنسبه لي سهل، حتى في غسيلها وفرشتها وكله سهل. برضو ياسين هنا في رجليا زي ما انتم شايفين اهو، بس هو كده نزل على تحت، بيسالنا على عمو محمود، فقلت له عمو محمود قاعد تحت فنزل له بقى. خليت الدنيا زي الفل اهوت، والبيت زي العسل، وخلينا الدنيا زي الفل. وبكده يا حبايبي الفيديو بتاعنا خلص بقى، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وقولوا لي بقى ايه رايكم فيا انا وياسين. هو اللي كان معايا النهارده بيساعدني. ويلا يا حبايبي كل سنه وانتم طيبين وربنا يعيننا ويعينكم ويعين الناس كلها يا رب، وارزق الناس كلها يا رب، يا رب ارزق الناس كلها ووسع على الناس كلها يا رب، اللهم امين. يلا يا حبايبي في رعايه الله. كده بقول لكم الشقه خلاص خلصت اهي، مفيش فيها اي حاجه، دي الاوضه هي. بقول لكم انا ما رضيتش الم الكوتشينه لان قلت له لمها، ياسين ما رضاش، قلت له والله ما انا لماها، وحلفت انا الاخرى مانيش لماها. سيبتها بقى لما العصر كده جت اوكا لمتها وخدتها. دي بقول لكم المكان ده برضه نضف زي العسل اهوت، وخلينا الدنيا زي العسل، والمطبخ والحمام وكله. يلا يا حبايبي مع الف سلامه.